مسلسل تحت الوصاية قدر بشكل كبير من التعاطف والمشاعر إنه ينقل طبيعة الأزمات والمشاكل اللي بتمر بيها شريحة كبيرة من الستات الأرامل واللي بيعانوا في تربية ولادهم بسبب عدم أحقيتهم في الوصاية المالية عليهم. المسلسل في النص الثاني من موسم رمضان 2023 ظهر لنا المشكلة دي، وكان من بطولة منى زكي وإخراج محمد شاكر خضير. تحت الوصاية قدر إنه يكون ترند يومي حتى قبل وقت عرضه، وأثار جدل كبير جنب الإشادة بيه على المستوى الفني، والجمهور كان متفاعل معاه بشكل كبير ومع أحداثه اللي بتمر بيها البطلة حنان. التفاصيل دي بتدل إن كل واحد في صناع العمل على دراية كاملة بالمشاكل اللي من النوع ده، والشخصية دي كشف لنا عنها واحد من مؤلفي العمل وهو خالد زياد. الفكرة جت من شيرين دياب، لأن هي بالصدفة في حد قريب منها بيعاني من نفس القضية، مش بنفس القصة. يعني قضية الوصاية والوصاية مع الجد، والجد مختلف وجهات النظر، مش شرير لكن مختلف وجهات النظر. وراحت المجلس الحزبي معاها مرة واثنين وثلاثة، ثم حكت لي على القصة، ورحت معاهم المجلس الحزبي مرتين وشفت المعاناة، فقررنا نكتب حاجه عن الوصايه. فروحنا للاستاذ محمد سعدي اللي تحمس جدا لفكره ان احنا نتكلم عن قضيه الوصايه، وقال دي الفكره اللي هعملها السنه دي. فاصبح يتوجب علينا ان احنا ندور على قصه انترستنج، فكره او قصه سينمائيه او دراميه نعبر من خلالها ويفهم من خلالها اللي احنا عايزين نرمي له بقضيه الوصايه، حتى لا تكون القضيه قضيه مباشره. فدورنا على فكرة اللي هي وصلنا لها، اللي هي عالم الصيد، طبعا تحت إشراف أستاذ محمد شاكر حقيقي، يعني من أول لحظة وتحمس زينا، وبقت هي دي القصة اللي عايزين نعملها، ونتمنى أن تكون الرسالة وصلت من الحدوتة اللي حكيناها. أنا مش هجيب لنفسي مصايب، هو إيه ده؟ مفيش مصايب ولا دي حاجة. مرياسة على فكرة. شوف بيتكلم إزاي؟ يا عيب ما بالراحة. كانت وزة شيطان وراحت لحالها. ريسة قلبك أبيض، سوء تفاهم وصفينا. صفا لبن، حليبة حمدي، كله تمام. وأكيد كان في سبب مهم لاختيار تحت الوصاية كعنوان للمسلسل. تحت الوصاية هي مش تحت وصاية القانون، هي تحت الوصاية الذكورية. المرأة في المجتمع الشرقي تحت الوصاية دايما محتاجة حد فوقيها، حد بيرعاها، حد بياخد لها قرارات، حد الناصح الأمين. هي دايما متشافة على ان هي غير قادرة، غير مستقلة. فتحت الوصاية مش بس على القانون، هي تحت الوصاية بصفة عامة، بنتكلم على المرأة، وده اللي احنا بنتمنى ان هو يتغير. أنا عايزة البطاقة اللي هي بجد، بس كتير عليا قوي المبلغ ده يا عم شعبان. ما هو كتير عشان انت طالبه لبن العصفور، واحده ميته جديد وتكون ارمله ويكون عندها عيلين وكمان ولد وبنت، حوار كبير. نموذج حنان في مسلسل تحت الوصاية أكيد في زيه كتير في المجتمع، وده اللي خلى فريق عمل المسلسل يقدر يخرج بالخطوط الدرامية للأحداث. احنا شفنا نماذج لأرامل وفكرنا فيهم، يعني واحدة كانت وارثة ميكروباص، وكان فكرنا ان تبقى البطله ورثت ميكروباص وتعيش بقى ان هي تشتغل سواقه وشواقه ميكروباص وتخش عالم ذكوري، برضو عالم انترستنج برضو على فكره. لكن لقينا ان عالم البحر عالم ما اتشافش قبل كده، وعالم فيه صوره مختلفه. طبعا الصوره دي نقلها الاستاذ محمد شاكر بطريقه عبقريه، بطريقه لم اكن وانا ولا شيرين نتخيلها. عنده واقعيه شديده، عنده صدق شديد، عنده احساس ما حصلش، عنده توجيه لممثلين غير معتاد، يعني توجيه لممثلين مميز جدا، عنده ميزان كده، الدوزنه ما فيش حد يعلى، يعني الافوره ما فيش، دايما باحساس صادق وحقيقي. وطبعا لو هنتكلم بقى على الممثلين يبقى لازم اتكلم على كل الممثلين من الالف للياء، واولهم استاذه منى زكي، يعني اللي هي عملته ده اعتقد انها ترتقي بجد، انها لو ده المسلسل ده بيتعرض في امريكا او انتاج امريكي كانت خدت جائزه كبيره، يعني لو ده فيلم كانت خدت اوسكار. هي ادائها واحساسها حاجه غير عاديه، يعني صادقه جدا جدا جدا، توحدت مع الشخصيه، خلت اقل المشاهد مكتوبه
بتبقى عند المشاهد مشهد كبير جدا جدا، ان هي زعلت مع ابنها يبقى مشهد كبير، لان ده ما بيحصلش غير لما بيحصل توحد كبير مع الشخصيه، الناس حبت الشخصيه وبقت خايفه عليها. فلما حنان بقى بتبيع الجمبري بقى حدث، ولما الجمبري يبوظ بقى حدث، فاهمه؟ منى زكي طبعا علت هي واستاذ محمد شاكر، خدوا الورق ودبوا فيه الحياه وزودوا تفاصيل عشان يوصل للمشاهد بالشكل اللي وصل له في الاخر. يا رجاله، في طقم بحريه يحب يشتغل على مركب ريس والريسه ليلى، على مركب ريس والريسه ليلى؟ اسال المدام عندي، ان قبلت اطلع. انا لو مراتي طلبت مني كيس عيش وانا جاي اطلعها. كذاب، انا بشوفه بيجيب العشوه ومروح. خلاص هشوف في حته تانية. اختيار حنان ان هي تكون من الطبقه المتوسطه، ليست من الطبقه رقيقه الحال ولا الطبقه العليا، عشان نبقى قريبين من الناس. لان احنا لو بنتكلم على طبقه عليا ومعاهم فلوس كتير، فهتبقى مشاكلهم مشاكل مختلفه. يعني مشاكلهم ان الجد عايز يدخل مدارس الماني والام عايزه تدخل مدارس فرنساوي، فاحنا ده مش هيكون قريب من الناس كلها ولا هيلمس الناس. فكانت عايزين مشاكلها تبقى مشاكل لمسه كل اكبر قدر من المصريين. فده كان جزء من الواقعيه اللي احنا، وبرده مش عايزينها مستواها رقيق جدا، فيبقى برده احنا بنتكلم على مشكله الوصايه في حاله الفقر الشديد. فاحنا كنا عايزين نتكلم على مشكله الوصايه فقط، ليست الوصايه في حاله الفقر وليست الوصايه في حاله الغنى، في مشكله الوصايه فقط. طول في العطا شويه. اخسر يعني لو حد زود لكم جنيه انتوا او لا؟ كده يخش لي ملاليم. طب ما احنا بيخش لنا بلالين، احنا اللي بنبيع لبتوع المطاعم وهم حنوتيه منشفين علينا. بس اللي اعرفه يعني انهم بيشتروا الطاوله من تجار الجمله من 2000 ل 2500. بقول لك ايه، انت جاي تبيع ولا تبص لنا في حسنتنا؟ محدش هيشتري مننا. ليه يعني؟ واللي خلقه ما خلقش غيره؟ ما في 20 تاجر. شيلني. ومن الحاجات اللي ميزت مسلسل تحت الوصاية هي التحولات والصراعات اللي حصلت لكتير من شخصيات المسلسل. الكتابة الجيدة الدرامية لازم الشخصيات تتغير. فتتغير يعني ايه؟ مثلا هتلاقي مثلا البحارة كانوا أشرار أو كانوا ضدها هم الثلاثة بطريقة أو بأخرى، ثم بيتحولوا. هتلاقي ان علي الطيب اللي هو كان بيلعب دور جوز اختها كان بشكل معين ثم بيتغير. عمرو ربيع كان عندنا اوبشن من اتنين، ان هو يكون ضدها، وده هيكون غير ملائم وغير متصدق على الاطلاق، او ان احنا ننهي الشخصيه. طب انهاء الشخصيه دي هيفيدنا في ايه؟ دايما البطل سبيشال لما بيبدا من الصفر خلال الرحله لازم يفقد السند عشان ينتصر لوحده. فكان عندنا يعني عندنا هذا الاوبشن الدرامي، هل نستغله ولا لا؟ كان من اصعب المشاهد اللي كتبتها في المسلسل كله، لان او كتبناها انا وشيرين طبعا في المسلسل كله، لان احنا كتبنا موت عمرو ربيع بعد ما شفنا الحلقه العاشره، فشفنا اعجاب الناس بالشخصيه وارتباطهم بيها وحبهم ليها، فحسينا ان احنا مش بنموت شخصيه على الورق، حسينا ان احنا بنموت عمرو ربيع بجد اللي هو بيمثله الاستاذ رشدي الشامي العبقري. يعني طالما مدحت بقى في الاستاذ رشدي الشامي لازم اتكلم بقى على ديابو وعلى مها نصار وعلى نهى عابدين وعلى محمد عبد العظيم وعلى البحاره الثلاثه احمد عبد الحميد وخالد كمال وعلي صبحي بصراحه وعمر شريف، كلهم ابدعوا ابداعات غير عاديه. احمد خالد صالح ما حصلش يعني حقيقي، يعني انا كنت بتفرج وفي غايه السعاده من الاداء اللي هم المعمول طبعا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.